انا عايزه اقولك ان بطن الولاده والهدوم المركونه والاستراتش ماركس وكمان الوزن الزياده بتاع الحمل، كل دي حاجات كلنا بنعاني منها بعد الولاده، بس كلها حاجات مؤقته قوي. وعايزه اقولك ان هي مساله وقت وهتروح. ما تصدقيش اي حد بيقولك ان دي خلاص انت كده خدتي شبه الامومه ومش هترجعي لوزنك تاني. انا عايزه اطمنك ان دي لا، مساله وقت، وانا نفسي كنت فيها وعرفت ان انا اعديها. عشان كده جايه لك في الفيديو ده اقولك النصايح اللي انا عملتها من غير ما التزم بدايت معين، والتزمت بيها فتره مش كبيره قوي، وفي نفس الوقت رجعت لوزني عادي قبل الولاده. خلينا كده نقسم المشكله اللي بتحصل في الوزن بعد الولاده. يا اما مشكله زياده في الوزن عموما، يعني انا اكتسبت في وزن اثناء الحمل كان كتير وبعد الولاده مش كله رجع، او المشكله الثانيه ان انا بعد فتره من الولاده بعد ما نقصت حتى في الوزن اتبقى بطن. البطن دي مش عارفه ان انا انزلها لشكلها الطبيعي، حاجه اسمها دايستيزيس ريكتاي او الانفصال العضلي. بدات العضلات اللي عند البطن يحصل فيها ترهل، ومهما خسيت في الوزن هي المكان البطن ده بيكون مليان. فدي ليها حلول، بس الحلول ملهاش علاقه بالدايت او التزامات معينه في الاكل، لكن حلها بيكون تمارين هنتكلم عنها في نص الفيديو التاني. انما احنا دلوقتي هنركز اكتر على نقص الوزن في اول الفيديو، وهنقول ازاي انا نقصت وزن من غير ما اعمل دايت فعلي. انا بس التزمت بشويه نصايح معينه مع التركيز في الاكل اللي باكله من ساعه الحمل، عشان ان انا بيكون بسهوله بنقص الوزن بعد الولاده بحوالي 6 شهور. فعلا ممكن ترجعي لوزنك الطبيعي خالص. امتى نبتدي في ستابس بتاعه خساره الوزن؟ امتى نحاول نركز في اكلنا؟ انا عايزه اقول لك ان كل ما بدري كل ما كان اسهل واحسن. ليه؟ لانه من ساعه الحمل نفسه المفروض ان احنا نكتسب وزن على قد الحمل الطبيعي، مش اكتر من كده. يعني قد ايه؟ من 12 ل 16 كيلو. عشان كده دكتور النساء في كل مره بنروح له العياده بيوزننا وبيقيس الضغط. ليه بيوزننا؟ عشان يتاكد ان احنا مش بنزيد وزن زياده عن الطبيعي. طيب ال 12 و 16 كيلو دول اصلا بيكونوا حاجات ملهاش علاقه بالدهون، يعني مش بتعاني بعديها لما تولدي ان انت تخسريهم، لان هم بيكونوا متقسمين على وزن البيبي، وزن المشيمه، وكمان تخزين الميه والملح. تخزين الميه والملح بيحصل نتيجه انه الجسم بيخزن نتيجه الهرمونات اللي فيه، هرمونات الحمل، ميه وملح. عشان كده تلاقي ايديكي بتورم، رجليكي بتورم، وكمان ممكن تنفخ وتلاقيكي مش عارفه تلبسي حاجات اللي كنت بتلبسيها قبل الحمل. فكل الوزن ده عاده اول 40 يوم بيروح لوحده، خصوصا كمان ان اليوترس نفسه بيكون متمدد قوي، فبيديكي احساس ان انت بطنك كبيره. عاده مع الرضاعه الطبيعيه كمان، او حتى لو رضاعه صناعيه، بس الرضاعه الطبيعيه بتكون اسهل واسرع في ان هي ترجع كمان حجم الرحم. فاحنا لو ما زدناش وزن اكتر من 12 16 كيلو، ده احنا كده قطعنا نص المسافه. انا بس عايزه انصحك بنصيحه وافكرك ان انت عايزه تخسري وزن، بس ما تعمليش كده خصوصا في اول 40 يوم من الولاده او اول شهرين كمان. ما تعمليش اي تمارين، عشان في الوقت ده انت سواء والده ولاده قيصريه او ولاده طبيعيه، في الحالتين انت محتاجه جسمك يتعافى ويسترد طاقته ويسترد العناصر الغذائيه والمعادن كمان اللي فقدها اثناء الولاده. فما تعمليش اي حاجه من الحاجات دي، ولا تعملي دايت قاسي او حتى دايت، لان وقتها انت بالذات لو بترضعي طبيعي ممكن كميه اللبن تتاثر بالدايت اللي انت ماشيه عليه. فاول شهرين احنا بس عايزين نستقر، نعرف دنيتنا فيها ايه. انت كمان حياتك بتبقى متشقلبه، فما تركزيش مع كلام الناس في اول شهرين. بعد ما بيعدي اول شهرين وبتخسري بقى الوزن الطبيعي اللي انا قلت لك عليه ما بين ميه ملح والمشيمه والبيبي، عاده لما بتوزني نفسك بتكوني اوريدي خسران على الاقل 7 8 كيلو. ولو ما حصلش كده خليكي معايا، ما تقلقيش خالص. انا بس عايزاكي وفي الوقت ده ان انت بعد ما يعدي الشهرين ترجعي بقى توزني نفسك وتشوفي انت عايزه ترجعي الوزن قبل الولاده ولا الوزن المثالي حسب طولك اللي هو معدل كتله الجسم او البي ام اي. بتحسبيهم وتشوفي انت كده عايزه تحددي كام كيلو عشان تخسريه، وبناء عليها نحدد المده اللي احنا هنمشي عليها في اثناء التعليمات اللي انا هقول لك عليها دي او الدايت اللي انا هقول لك عليه. عايزه اقول لك بقى خبر فعلا لكل الامهات اللي بترضع طبيعي، مفاجاه ليكي هتبسطك قوي، ان الرضاعه الطبيعيه لوحدها بتخسس، لان هي بتحرق من 400 ل 500 سعر حراري في اليوم. بيديهولك كده كده اقول لك ايه، خسيهم. فبجد دي حاجه بتساعد قوي، يعني من اكتر الحاجات اللي ساعدتني جدا جدا ان انا اخس هي الرضاعه الطبيعيه. هي مش بس بتحرق وزن زياده، لكن كمان بتفرز هرمونات اسمها الاكستوسين والبرولاكتين. الاكستوسين ده من الهرمونات اللي هي اسمها هرمون الحب، بيعمل انقباضات في الرحم. هتلاقي في الاول بالذات اول ما بترضعي تحسي بمغص شويه زي مغص البيريود او مغص الدوره يعني. المغص ده نتيجه انه الاكستوسين واثناء الرضاعه الطبيعيه بيطلع بكميات كبيره، فبيعمل انكماش للرحم. فلما الانكماش للرحم ده بيحصل بيرجع الرحم لوضعه الطبيعي، فيرجع الكرش بتاع الحمل او الولاده يرجع لوضعه الطبيعي. فتلاقيكي بصراحه وين وين سيتويشن، انت بترضعي طبيعي بتخسري 400 ل 500 سعر حراري في اليوم، كمان الرحم بيرجع بسرعه جدا لوضعه الطبيعي. فبصراحه الرضاعه الطبيعيه هي فايده للاتجاهين بشكل جميل.
حاجه كمان مهمه لو انت بترضعي طبيعي بالذات، ان انت وانت بتوزني نفسك وبتحددي الوزن اللي انت عايزه تخسريه، ان انت توزني كمان البيبي، لانه لو البيبي بيرضع رضاعه طبيعيه فانت عايزاه يكون في النورمال رينج بتاع وزنه او هاي نورمال كمان، علشان ممكن مع ان انت تلتزمي بدايت معين انه ده ياثر على اللبن، فاحنا عايزينه يكون دايما في النورمال رينج ونتابعه على طول عشان ما يحصلش اي تغيير في الميلك سبلاي بتاعك. رقم 3 بقى، عشان نكون عملنا اللي علينا كله، ان احنا محتاجين نعمل CBC صورة دم كاملة، نشوف الهيموجلوبين، الانيميا، نشوف حالتك عموما عامله ازاي، عشان انت نزفتي كتير وقت الولاده، فاحنا عايزين ان احنا نطمن ان اصلا ما عندكيش اي مشاكل خلينا نوقف الموضوع دايت او نهتم اصلا غير بصحتك في الوقت ده. اول حاجه هنعملها بعد ما طمنا على صوره الدم الكامله ووزننا نفسنا وحددنا ايه الوزن اللي عايزين نوصل له ووزننا البيبي وطمنا على كل حاجه، ان احنا نشتري ميزان. ميزان دوره ايه؟ الميزان دوره ان انت هتتابعي وزنك وتغطيتي على نفسك كل شويه عشان ما تاكليش حاجه ملهاش لازمه. لو انت زهقانه او معديه من المطبخ واخدتي حاجه تفكري كذا مره قبل ما تاكليها عشان تعرفي ان ده هياثر على وزنك وان انت هتوزنيه تاني يوم الصبح. تاني حاجه واسهل حاجه بالنسبه لي هي شرب الميه. اللي يعرفني ان انا على طول بمشي بازازه ميه كبيره معايا وعلى طول بشرب كميات كبيره قوي قوي من الميه. ده ليه؟ لان الميه مفيده جدا، مفيده في حرق الدهون الزياده، ومفيده ان هي ما تحسسكيش دايما بالجوع. احيانا انت بتترجمي احساسك بالعطش بالاحساس بالجوع وده بيخليك تاكلي اكتر من اللازم. الحاجه كمان ان هو بيحافظ على كميه اللبن. لو انت بترضعي طبيعي هتحتاجي تشربي كميات كبيره قوي من الميه، علشان اصلا اللبن 80% منه ميه، فعلى طول اشربي 4 ل 6 لتر من الميه. عايزه اقول لك كمان انه في امهات او ممكن مثلا حماتك او كده بينصحك بان انت في وقت الرضاعه الطبيعيه تاخدي مغات او تاخدي حلاوه طحينيه او الحاجات دي، اعتقادا منهم ان الحاجات دي هتزود اللبن. عايزه اقول لك ان الحاجات دي مش هتزود اي حاجه غير وزنك انت. مفيش غير رياضه ودايت ودايت وياده وياده ودايت. بليز وقفيها. هي كل الفكره فيها ان هي بتحسسك بالعطش فبتشربي ميه كتير. طب ما انت دايركتلي روحي اشربي ميه كتير من غير ما يعني تزيدي الوزن بتاع المغات والحلبه والحلاوه الطحينيه. برغم ان الحلبه الحاجه الوحيده المثبته ان هي فعلا بتزود اللبن، لكن انا اقصد اكتر المغات والحلاوه الطحينيه ان احنا نبعد عنهم عشان فعلا ما لهمش اي لازمه. رقم 3 بقى، ومن الحاجات اللي انا عملتها وفعلا فرقت معايا ان انا اخسر وزن كتير من غير ما اعمل دايت قاسي او احرم نفسي من حاجه، هي اني اوقف اكل بدري. يعني قبل النوم بساعتين على الاقل اكون موقفه اكل خالص، او انا بالنسبه لي بحاول التزم انه على الساعه 8 كده ما اكلش حاجه بعديها، عشان الاكل اللي بناكله بالليل وبننام بعديها على طول عاده بيتخزن على شكل دهون ومش بيتحرق، فالاكل ده هو اكتر حاجه بتتخن خصوصا لو مليان نشويات. رقم 4 intermittent fasting او الصيام المتقطع. الميزه ايه في الصيام المتقطع؟ ان انا هركز وقت الاكل في وقت قصير من اليوم والباقي كله اخليه صيام، فيبقى فيه حرق زياده فاخسر وزن زياده. انا عاده ما كنتش بعمله بشكل قاسي ولا حاجه، مش 16 ساعه صيام ولا حاجه، انا بس لما بصحى ممكن اخر ساعه او ساعتين عن الفطار وبوقف اكل الساعه 8، فبنقول مثلا انه في 14 ساعه صيام والباقي بكون باكلهم عادي. الحاجه كمان اللي كانت بتفرق معايا قوي هي ترتيب الاكل. لما اجي اكل عاده لو احنا اكلنا دايما نشويات الاول او الرز الاول او المكرونه فاحنا بنعلي الانسولين قوي، فلما الانسولين يعلى 100% او ليفل عالي في الدم، ده بيعمل ايه؟ ده بيودي كل الاكل يدخلوا الخلايا يحولوا دهون فنتخن. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين الانسولين ما يكونش عالي قوي كده، فما ندخلوش اكل يعلي الاكل. اللي بيعليه هو النشويات. اقل حاجه بتعليه هي الحاجات اللي فيها فايبرز اللي هي الياف زي السلطه، فنبدا دايما بطبق السلطه. طبق السلطه عليه جبنه قريش فيها بروتين عالي فناخد فايده، ونحط مثلا زيت زيتون ولا حاجه فناخد فايده وقيمه غذائيه، نملى بطننا فما ندوس قوي لغايه ما نوصل للنشويات. بعديها ناخد البروتين لو مثلا فراخ او سمك او وات ايفر بقى ايه اللي موجود، وبعد كده اخر حاجه ناخد فيها المكرونه او الرز او كده. لما هنوصل المكرونه او الرز كلي لغايه ما تشبعي، ما توقفيش وتمام كلي الكميه اللي انت عايزاها. بس عاده لو انت حاطه فعلا طبق سلطه حلو وبروتين حلو مش هتاكلي كتير في النشويات، فده هيساعدك قوي ان انت تخسي من غير ما تكوني جعانه، لان انت اكلتي وجبه متكامله وكبيره مش قللتي على نفسك كميات ولا حاجه. رقم 6 بقى نو صودا. وقفت اي صودا ممكن تدخل البيت وما دخلتهاش، حتى ما يجي لنا هدايا او حاجه ان انا بطلب من الناس ان هو ما يجيبولناش او ان انا بديها لحد تاني يكون محتاجها. بس فعلا الصودا هي كارثه من كل الجهات، غير ان هي مليانه سكر. يعني كان البيبسي الواحد بيكون فيه 10 معالق سكر، فما بالك بقى الوزن اللي ممكن تزيديه منها. حاجه كمان ان هي اسيدك، يعني وسطها حمضي، فممكن كمان تعمل لك يعني قرح في المعده وتاذيكي من شكل تاني، فهي من كل الجهات ملهاش اي قيمه غذائيه، بالعكس هي مضره بس. رقم 7 بقى وقفت مخللات. انا اصلا مش بحبها، بس يعني لو حد بيحبها ومتعود عليها، المخلل هو مليان ملح. الملح بيعمل ايه؟ بيعبي في جسمك ميه
فيعمل حاجه اسمها salt and water retention، يعني احتباس ميه بملح زي اللي كنت فيه اثناء الحمل، فبتتنفخي ايديكي رجليكي، تكسبي وزن زياده عباره عن كله شويه ميه، فملهاش لازمه قوي وما نكترش منها قوي، يا ريت ان احنا نوقفها خالص. رقم 8 ان انا قللت دهون. من الحاجات اللي ساعدتني قوي ان انا اقلل الدهون اللي هي القلايه، بدات ان انا ما احمرش حاجات، ما اعملش حاجات مقليه كتير، وحتى لو حد مش عنده قلايه ممكن يستبدلها بالفرن، ممكن يعمل كل الاكلات اللي هو عايزها بالفرن بزيت قليل، فده هيقلل شويه كميه الدهون اللي بتدخل جسمك. بمناسبه تقليل الدهون، في معلومه كده لسه سامعاها قريب، مش عارفه مدى صحتها بس ممكن حد ياكد لي، ان الاكل بره اللي هو كريسبي او الحاجات المقليه ومليانه زيوت ودهون او متحمره دي، بيكون الزيت المعمول منها ده مش زيت طبيعي، يعني مش زيت نباتي مثلا عباد شمس او الحاجات دي، ده بيكون زيت مصنع وبيشتروه من اماكن تانية، مش زيت المفروض حد ياكله. فيعني ممكن تقللي اكل من بره، خليه حتى لو هتاكلي من بره تاكلي حاجات مشويه او كده، بلاش تختاري الحاجات اللي هي مقليه او محمره، لان الحاجات دي يعني ممكن تكون مش بس فكره بقى دهون او انت بتزيدي في الوزن، لكن بجد ممكن تكون مضره على صحتنا يعني. رقم 9 بقى من الحاجات اللي عملتها فعلا كانت فارقه معايا، ان انا وقفت سكر وبستبدلته بالعسل، لانه العسل المفروض ان هو مش بيعلي معدل الانسولين في الدم بدرجه عاليه زي ما بيعليها السكر، وليه قيمه غذائيه عن السكر، فهو بالتالي افيد واقل في ان هو يزود الوزن. ورقم 10 بقى ان انا يعني زي ما حولت العسل بدل السكر، فانا استخدمت العسل ده في ان انا احلي المشروبات وقللت المشروبات كل مره بتشربي حاجه مثلا شاي او قهوه او ايا كان ايه المشروب اللي بتحبي تشربيه، كل ما بتحطي فيه سكر هو ده بيتعدى عليك، انت مش بتعدي مثلا ان انت اخدتي كام مشروب، بس مثلا في كل كوبايه انت اخدتي معلقتين او حاجه، على اخر اليوم ممكن تلاقيكي اخدتي 8 معالق سكر على ايه، على شويه مشروبات انت ما حسيتيش حتى ان انت حليتي. فيعني وفريها مثلا يعني لكيوب كده من الشوكولاته دارك شوكليت ولا حاجه يعليكي السيروتونين تتبسطي بيه اكتر من ان انت تشربي مشروبات كتيره خلال اليوم، او عموما قللي المشروبات وخليها من غير سكر او حليها بقليل من العسل. طيب بصي بقى يا ست الكل، الام المصريه الاصيله اللي بتحب ولادها وهي مثلا عندها اطفال تانية اكبر سنا، عايزه اقول لك بس ان انت ما تاكليش ورا عيالك بواقي اكلهم، لانه انت مش بتعدي ورا عيالك اكلهم، بس هما جسمك بيعد كل حاجه بتدخله، فبتلاقيكي برده بالليل برغم ان انت ما قعدتيش مثلا قعدتي تاكلي وجبه وشبعتي وانبسطتي بيها، لكن انت مجرد بتلمي ورا عيالك فده بيزودك وزن. فبليز لو عندك مثلا اطفال اكبر او حاجه، مش لازم كل حاجه يخلصوها او حاجه تاكلي وراهم، انت اللي بتاكليه ده بيتعدى عليكي في جسمك. رقم 12 من الحاجات فعلا اللي فادتني ان انا مش هاديه، مش بقعد، انما دايما بعمل اي اكتيفيتي. مثلا لما كانت بنتي صغيره او حاجه ممكن نحطها في السترولر وننزل نلف بيها، ممكن احنا نروح المول، ممكن مثلا لو عندك اطفال اكبر شويه ممكن تلعبي معاهم استغمايه اي حاجه، المهم تتحركي خلال الشقه. وللاسف هو شغل البيت او المطبخ او كده مش هو ده الكارديو اللي مقصود بيه اللي بيخسر وزن قوي، لكن حاجه فيها حركه انت تتحركي من مكانك، لكن وقفه المطبخ بتجيب دوالي بس للاسف مش بتخسر وزن يعني. فخلينا نعمل حاجه اكتيفيتي تانية، ماشي نط حبل نجري ولا الطفل الكبير نلفه بالصغير مثلا نمشيه في اي حته، ده هيكون افضل من ان احنا نفضل قاعدين فيخزن معانا وزن كتير. رقم 13 بقى، وانا عارفه ان هي مستحيل لامهات كتير، بس يعني نحاول نعمل لما الطفل يبقى كبير شويه روتين للطفل ان هو ينام بدري، احنا كمان ننام بدري. انا عارفه الوقت في الاولاني بالذات اول 3 شهور اصلا بيكون النوم متلخبط او اول 4 شهور، عارفه ده، بس يعني نحاول اول ما ينفع نحط روتين كده نوم هيساعدنا ان احنا برضو ما ناكلش بالليل فما نخزنش دهون كتير فنخس بشكل اسهل. رقم 14 بقى ان انا وقفت دقيق ابيض، من الحاجات اللي فعلا ساعدتني ان انا تقريبا وقفته من البيت خالص، ما بتخش غير يعني على الضروره بس، استبدلته بقى بالدقيق القمح الكامل او الدقيق اللي هو البني او دقيق الشوفان، كل دي بدايل ومليان بدائل كتير قوي، في حاجات كتير بشوف فيديوز كده عن حاجه اسمها كشري سيلينيوم، بصراحه ما جربتهاش بس يعني قصدي ان في بدائل كتير قوي ممكن نستخدمها بدل اللي هو الدقيق الابيض اللي هو قيمته الغذائيه اقل وبينفخ الجسم جامد. رقم 15 من الحاجات اللي عملتها الصراحه في الاول بعد كده زهقت وما كملتهاش، بس لو ليكي خلق اعمليها، ان انت احسبي السعرات الحراريه للاكل بتاعك. مثلا لو انت مش بتشتغلي ومش بتعملي حركه كتير هيكون احتياجك للكالوريز مثلا في حدود 1200 ل 1400 لو انت بترضعي طبيعي، فبتحسبي بقى اكلك ده بيكون قد الكالوريز دي ولا اقل منها، المفروض يقل منها شويه مثلا 100 او 200 كالوري ولا حاجه عشان تقلي في الوزن. فلو في تطبيقات كتير كتبتي فيها الاكل اللي انت اكلتيه بيحسب لك بقى الكالوريز دي قد ايه وانت احتاجك في اليوم قد ايه حسب وزنك وطولك والوزن اللي انت عايزه توصلي له. القصه دي حلوه بس يعني هي محتاجه شويه وقت ومجهود، لو انت قادره تستمري عليها اعمليها عشان هي فعلا هتساعد.
اخر حاجه بس عايزه اقولها لك انه احنا اهم حاجه في القصص دي كلها اللي هي الاستمراريه، ان احنا نستمر لفتره طويله، ما نحبطش بعد اول اسبوعين او 3 ان احنا ما خسرناش وزن. احنا الهدف في الميزان ان احنا يعني ينكد علينا، مش ان احنا يحبطنا. ينكد علينا عشان ما ناكلش زياده، لكن ما يحبطناش ان احنا ما نكملش. لازم نكمل فتره طويله، مثلا شهرين ل3 عشان نلاقي فرق. وفي برضو جمله اسمها ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني انا لو مش قادره اعمل كل النقط دي اختار اكتر حاجات قادره اعملها واستمر عليها علشان اخس. ممكن اخس في وقت اطول، بس على الاقل هكون في التراك ان انا بخس. ما نضيعش كل النقط لمجرد ان هي صعبه، نقطه او 2 او 3 منهم ان احنا نلتزم عليها. ما تنسيش بقى تتابعي الفيديو الجاي عشان هتكلم فيه عن كل حاجه تخص بطن الولاده والانفصال العضلي بتاع الولاده، وازاي ان احنا نتخلص منها، والتمارين المناسبه في الوقت ده، وامتى نبدا فيها. فلو عندك المشكله دي ما تنسيش تشوفيه، وما تنسيش تكتبي كمان في التعليقات ايه الحاجات اللي انت التزمتي بيها في النصايح اللي فاتت وفرقت معاكي ونقصتك قد ايه من الوزن.